أهلا بيكم. تخيلوا كده لو اشتريتوا حاجة قديمة أنتيكة ولقيتوا إنها مش مجرد قطعة خشب، لأ، دي بوابة لزمن تاني. ده بالظبط اللي حصل في حكايتنا النهاردة، قصة النص الملصق. قصة قصيرة بتجمع بين الرعب النفسي والتشويق، كل ده بسبب تردد راديو قديم ومسكون. يلا بينا نشوف إيه حكاية الراديو ده بالظبط. القصة كلها بتبدأ مع بطلنا، شاب اسمه آدم. آدم ده عنده هواية غريبة شوية، بيعشق يشتري الحاجات القديمة والأنتيكات. وفي يوم وهو بيلف بيلاقي راديو خشبي قديم، وشكله كده عجبه، فاشتراه بسعر يعني يكاد يكون ببلاش. بس الغريب في الموضوع مش السعر، الغريب هو إحساس آدم من أول ما مسك الراديو ده. حس إن في حاجة مش مظبوطة. البياع نفسه كان مستعجل قوي يخلص منه، كأنه بيبيع مصيبة. وده اللي خلى آدم يفكر، هو أنا شاري راديو ولا قنبلة موقوتة؟ طيب الجهاز الملعون. من هنا بقى بيبدأ الجو يضلم بجد. القصة بتاخدنا الوقت متأخر قوي من الليل، الساعة 3 الفجر تحديداً، يعني أنسب وقت ممكن تحصل فيه حاجة غريبة. الجو ده هو اللي بيمهد لكل التوتر اللي هنشوفه بعد كده. آدم روح البيت وقرر يجرب الجهاز الجديد. مسك الفيشة بتاعت الراديو الخشب القديم ده وحطها في الكهرباء. في اللحظة دي بالظبط الأوضة كلها اتملت بصوت صوت عالي ومزعج جدا. لحظة المفروض إنها عادية جدا، صح؟ لأ، دي كانت أول خطوة في كابوس آدم ما كانش يتخيله أبدا. وفجأة الصوت ده بيقف، الوش بيختفي تماما، بس اللي جه مكانه كان مرعب أكتر. صوت بني آدم، صوت واضح بس مليان خوف يأس، كأنه بيستنجد. صوت قدر يعدي من كل الضوضاء دي ويوصل لآدم، كأنه جاي من مكان بعيد قوي. الصوت ده كان لواحد اسمه مروان، ومن غير أي تمهيد خالص آدم لقى نفسه بيسمع كارثة بتحصل لايف. مروان بيتكلم بسرعة وخوف عن أوراق مهمة خباها، وعن خطر جاي عليه، وإنه سمع خبط على الباب. إحنا وآدم بنسمع كل ده وهو بيحصل في ذروة الحدث. آدم طبعاً اتسمر مكانه. فكر في الأول يمكن دي تمثيلية قديمة، مسلسل إذاعي. بس لأ، نبرة صوت مروان كانت حقيقية قوي، حقيقية لدرجة تخوف. وهنا آدم بدأ يستوعب المصيبة. هو مش بيسمع برنامج في الراديو، هو بيسمع واحد بيموت. وهنا ندخل في فجوة الزمن المرعبة. آدم بيعمل أول حاجة منطقية أي حد فينا هيعملها، بيحاول يغير المحطة، يقلب المؤشر يدور على أي حاجة تانية. بس الصدمة إن صوت مروان وهو بيستنجد كان بيمشي معاه على كل تردد، بيطارده في كل حتة على الراديو. هنا آدم اتأكد إن الموضوع ده فيه حاجة مش طبيعية بالمرة. وفي وسط كل الرعب ده مروان بيقول جملة هي اللي هتقلب كل الموازين، كأنه بيوثق اللحظة أو بيسيب رسالة، بيقول التاريخ والوقت بالظبط. وهنا الكارثة الحقيقية بتبان. آدم بشكل لا إرادي بيمسك موبايله، بيبص على تاريخ 21 إبريل، بيبص على الساعة 3 و5 الفجر، نفس اليوم ونفس الدقيقة، بس مش نفس السنة. صوت مروان جاي من 2004 وآدم موجود في 2026، يعني بنتكلم في فجوة زمنية 22 سنة. تخيلوا الرقم، 22 سنة كاملة بتفصل بين العالمين دول. الموقف هنا تحول من غريب لمستحيل. آدم مش بيسمع تسجيل قديم، لا، هو فاتح خط مباشر مع مأساة حصلت من أكتر من عقدين. الماضي يطرق الباب. في اللحظة دي حاجة جوه آدم بتتغير، ما بقاش مجرد واحد مصدوم بيسمع وخلاص، لا، قرر إنه لازم يعمل حاجة. حس إنه مش هينفع يقف يتفرج على التاريخ وهو بيتكتب قدامه، لازم يتدخل. ومن غير تفكير وبكل قوته آدم بيصرخ في الراديو، بيصرخ عشان يحذر مروان اللي في الماضي، بيحاول يوصله معلومة ممكن تنقذ حياته. دي كانت محاولة يائسة، محاولة مجنونة إنه يغير اللي بيحصل عبر 22 سنة. وبعد الصرخة دي صمت، صمت تام. الراديو سكت خالص، كل حاجة وقفت. وهنا التوتر بيوصل لأعلى مستوى. يا ترى صوته وصل؟ هل فعلا قدر يغير حاجة ولا خلاص فات الأوان؟ الإجابة جت، بس مش من الراديو. الإجابة جت في شكل خبط على الباب، بس مش باب مروان في الماضي، لا، الخبط كان على باب شقة آدم دلوقتي في الحاضر. هنا خلاص الخط اللي بين الماضي والحاضر اتمحى، والرعب دخل على آدم بيته. آدم طبعا بيقوم مفزوع، بيفتح الباب ما بيلاقيش حد، بيرجع تاني للأوضة وهو مش فاهم حاجة. وهنا بيسمع صوت مروان تاني في الراديو، بس المرة دي الصوت مختلف، هادي وبارد. بيشكر آدم على تحذيره وبيقول له إنه نجا بسببه من 22 سنة،
والجملة اللي بتجمد الدم في العروق بيقول له أنا مستنيك في الصالة، هنا في شقة آدم. الفخ الأخير، هنا الإيقاع بيهدى خالص والتوتر بيوصل لمرحلة لا تطاق. آدم بيتحرك ببطء، خطوة ورا خطوة ناحية الصالة. المكان اللي هو بيته، اللي هو أمانه، اتحول فجأة لأكتر مكان مرعب في العالم. ولما بيوصل الصالة بيبدأ يكتشف الحقيقة حتة حتة. أول حاجة بيشوفها لوحة قديمة متعلقة على الحيطة في بيته. تاني حاجة بيلاقي وراها خزنة، والخزنة مفتوحة وفاضية. تالت حاجة بيلاقي ورقة محطوطة على الخزنة، ورقة قديمة لونها مصفر. كل دي كانت علامات أجزاء من لغز مرعب استنى 22 سنة عشان يتجمع. آدم بيمسك الورقة دي وبيقرأ المكتوب فيها، وهنا بتيجي الضربة القاضية. كل حاجة بتتقلب. آدم ما كانش البطل اللي أنقذ الماضي، آدم كان الفريسة. مروان معاش ال 22 سنة دول هربان، لأ، هو عاشهم وهو بيخطط وبيتجهز عشان يوصل للحظة دي، عشان يقابل آدم. وفي نفس الثانية اللي عيون آدم بتقع فيها على الكلام ده، بيسمع صوت تاني، صوت مفتاح بيدخل في كالون باب شقته من بره وبيلف. وفي نفس الوقت بالظبط صوت الراديو بيرجع لآخر مرة عشان يقول جملة واحدة بس، جملة بتعلن إن المصيدة قفلت خلاص. وهنا القصة بتسيبنا مع السؤال ده: هل آدم فعلا أنقذ الماضي؟ ولا هو كان مجرد أداة في حطة كبيرة قوي والماضي هو اللي كان بيصطاده؟ يا ترى تدخله ده كان بطولة ولا كان آخر خطوة كملت الفخ اللي كان بيتبني بقاله 22 سنة؟ النهاية بتخلينا نفكر إن الماضي ساعات ما بيكونش مجرد حاجة خلصت وراحت، ساعات بيبقى صياد بيستنى بصبر لحد ما يجي الوقت المناسب ويرجع.